أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست على الهامش. معاكم إسلام السمان. النهاردة هنتكلم عن فكرة بنمر بيها كلنا، لكن قليل اللي بيقف عندها وبيتأملها، وهي إزاي الحاجات الصغيرة اللي بنأجلها أو بنستهين بيها ممكن تبقى سبب في تغييرات كبيرة في حياتنا. بصوا، في حياتنا اليومية دايما في مهام بسيطة أو قرارات صغيرة بنقول عليها مش مستاهلة دلوقتي أو هعملها بكرة. مثل مكالمة بنأجلها، إيميل ما نردش عليه، أو فرصة نشوفها ونقول مش وقته. لكن الحقيقة إن الحاجات دي اللي بنفكرها على الهامش ساعات بتكون نقطة البداية لتغييرات كبيرة إحنا مش متخيلينها. خلينا أقول لكم أمثلة. أولاً، تخيل شخص وصله إيميل عن فرصة شغل، كان تعبان ومشغول فقرر إنه مش هيرد دلوقتي. لو رد كان ممكن يفتح له باب لرحلة مهنية جديدة أو علاقات جديدة. تانياً، شخص تاني قرر يمشي نص ساعة يومياً بدل ما يقعد. الأول محسش بفرق، لكن بعد سنة لقى أن وزنه نزل وصحته اتحسنت. تالتاً، بنت قررت تراسل صديقة عشان تسألها عن كتاب، وده قدها لدورة تدريبية غيرت مسارها الدراسي. الدرس هنا إن التفاصيل الصغيرة اللي بنأجلها أو بنتجاهلها بتكون زي البذور للتغيير. الموضوع مش بس عن القرارات الكبيرة، لأن التغيير بيبدأ من خطوة صغيرة، كلمة، رد، أو حتى 10 دقايق من الجهد. وعشان كده المرة الجاية اللي تحس فيها إن في حاجة بسيطة ممكن تتأجل، جرب تعملها دلوقتي. يمكن تكتشف إنها الخطوة الأولى لتحويل حياتك. في النهاية، إحنا مش دايماً هنتحكم في النتائج، لكن دايماً نقدر نتحكم في خطواتنا الصغيرة. ولو حافظنا على إننا ناخد الخطوة البسيطة يومياً، هنلاقي نفسنا قريبين من أحلامنا من غير ما نحس. كان معاكم إسلام السمان من بودكاست على الهامش. لو عجبتكم الحلقة دوس لايك واعمل اشتراك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. أشوفكم في حلقة جديدة، وخليكم فاكرين إن التفاصيل على الهامش ممكن تكون العنوان الكبير لحياتكم. والسلام.